السلام عليكم. النهارده هتكون الحلقة التانية من سلسلة اللغة الإندونيسية، وتكملة للجزء الثاني. الأول حابب أبدأ بالدعاء بتاعنا: اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح وفرج كربات المسلمين. المرة اللي فاتت كنا ذكرنا كذا نقطة، وهي نشأة اللغة الإندونيسية وتكوين اللغة ذات نفسها وتكوين الجملة، وكان النظام بتاع تكوين الجملة SVO subject verb object، فاعل مفعول به. تمام. وهو أغلب اللغات يعني زي اللغة العربية والإنجليزية بتستخدموا السيستم ده. واتكلمنا عن أدوات الإشارة، وكان في واحدة هنركنها للمرة دي لأن هي كومبليكيتد شوية، وهي دي، بمعنى هم. ممكن تبقى هم أو شي وهي ويت. أي ضمير غائب، أي شخص غائب بنعبر عنه بإيه؟ بدية. تمام. فالمشكله في الاداه دي ان هي بتعمل كونفيوجن شويه، خصوصا ان احنا مثلا لما بنيجي كعرب متعودين على اسامي عربيه وتشيز يعني بوبولار هنا في المجتمع هنا ان هم مسلمين، ولكن احيانا هتلاقي اسامي مقتبسه من ثقافات انت جديد عليك، فمش هتبقى مدرك هل ده ولد ولا بنت. فاحيانا في سياق الكلام هيبقى صعب عليك تدرك المتحدث عنه سواء استخدم ضمير دي او استخدم الاسم بتاعه هو ولد او مؤنث. فيعني خليك اوير بالموضوع ده وما تستبقش الاحداث وتحاول تفهم الكلام. تمام. ده انا حاجه اتكلمنا عن كيتا وكامي. تمام. الاثنين بمعنى وي. وقلنا ان كيتا دي including السبيكر which is not accurate. ليه غلط؟ لان انا لما اقول كيتا يبقى نحن بدونك انت كشخص انا بكلمه، مش السبيكر الليسنر. بمعنى انا قاعد بدرس بروح اقول للمدرس والله كيتا هاري اني كيتا بلاجر بهاسا اندونيسيا. تمام. النهارده سندرس اللغه. هل انت هتدرس؟ لا، انت اللي هتدرس لنا. فبالتالي لما اقول كيتا يبقى including listener، انما كامي doesn't include listener. clear enough. clear enough. نبدا بقى في درس النهارده بعد التكمله للجزء اللي فات. حابب ان انا اخش لكم في الحروف. هي ممكن تبان درس تافه، وخصوصا انا ما كنتش حابب ابدا بيه الكورس عشان ما اعكسش صوره وحشه عنه ان هو مش مفيد وبلا بلا بلا وهكذا. بس فعلا هنا الحروف مهم تعرفها، لان احيانا هتكون بتحتاج ان انت تسبل اسمك، خصوصا انت هتعرف دلوقتي ان الاندونيسيين بينطقوا الحروف بشكل مختلف. فاول حرف معانا A B C D. A like A in English. Sound like A وليس E. A F G H E like E in English. K L M N O like O, sound O. P key like key. R S T U like sound O. U V way like letter واو زي حرف الواو way. X Y Z. اوكي. اللي هتلاحظوا هنا ان زي ما احنا اتفقنا في الحلقه اللي فاتت ان هو اللغه الاندونيسيه في الاصل كانت تكتب بالحروف العربيه، نفس الكلمات بغض النظر عن الابديتس او الكلمات الجديده دخلت على اللغه، ولكن هي كانت نفس الكلمات ولكن تكتب بحروف عربيه زي الاردو كده في باكستان. فبعد الاحتلال البولندي ليهم بدا ان هم يستخدموا الحروف اللاتينيه اللي هي اللي قدامك دي، ولكن حافظوا على النطق بتاعها. فتلاقي ان حرف الاي ينطق زي او الالف، زي لما بنيجي نحفظ الاطفال اللغه باسلوب البيان فاحنا بنحفظه الساوند وليس اسم الحرف. فهنا الحروف تنطق بالساوند بتاعها. وركز ان السي انطقت شي لايك سي اتش ان انجلش. تمام. فمهم قوي ان انت تبقى عارف نطق الحرف
وانت بتملي اندونيسي اسمك، يعني مثلا انا بالنسبه لي اسامه، في مشكله دايما بتحصل معايا في اي مستندات رسميه، ان انا دايما لازم اشد قوي على الاو وانطقها او سامه، تمام، عشان اللي قدامي يفهم ما يكتبهاش او سامه، تمام. فخد بالك وانت بتملي اسمك، خصوصا في الاوراق الرسميه والمعاملات البنكيه وهكذا، لان فعلا اي غلط هيبهدلك عشان تغيره. طيب، بعد الحروف عندنا الارقام، ودي تاني اهم حاجه في نظر انت تكون عارفها في اللغه، ويمكن دي اول حاجه انا اتعلمتها بالنسبه للبهاصه، عشان لما اكون في السوق او بتعامل مع حد او بملي حد رقمي، فمهم قوي الارقام. 1 يعني ساتو، 2 دوا، 3 تيجا like tiger see تيجا، 4 اي امبات، ليما، enam، توجو like ها في اللغة العربية توجو، delapan delapan، sembilan، والعشرة والزيرو، العشرة sepuluh، والزيرو ممكن نقوله نول او كوسونج. كوسونج معناها فارغ، امبتي، ده المعنى الحرفي بتاعها. زي ما احنا لما بنيجي نملي حد مثلا، زي عاده في مصر عندنا، ان لما بتيجي تملي حد رقمك بتبدا بزيرو وكان بقيت الرقم عربي، فهنا لما غالبا بيستخدموا زيرو كوسونج امتي، فركز فيها قوي، نادر ما هتسمع نول. بقيه الارقام زي ما ساتو، دوا، تيجا، امبات، ليما، انام، توجو، تلابان، سمبلان، سوبلو، تمام. تيجي بقى الارقام اللي بعد كده، هيكون عندك الحداشرات، وعندك الارقام العشريه زي مثلا 90، خليها 70 عشان تبقى سهله، تمام، وعندك المئات، وعندك الالوف. حلو. في الحداشرات يعني من اول 11 ل 19 بنزود اللي هي الكلمه بلس، بمعنى 11 سي بلس الاس، 12 دوا بلس، تيجا بلس، امبات بلس، ليما بلس، وهكذا. فانت بتضيف المقطع بلس للرقم اللي قبله، وهتلاقي دايما الرقم الواحد او القيمه الواحده من مجموعه البولوهان اللي هي العشرات، او مجموعه الراتوسان زي المئات وهكذا، هتلاقي ان احنا بنستخدم سي اللي هي الاس اي، تمام. ودي زي ما تقول كده بتستخدم في كذا مقطع اندونيسي كعباره ان هو شيء واحد، فهتلاقي سي بلس، سوبلو، سيراتوس، وهكذا. العشرات بنحط بلو زي سيبلو، تبقى توجو بلو، تمام. المئات بنضيف راتوس، تمام. الالاف ريبو، يبقى انا لما احب اقول 5000 ليما ريبو، احب اقول 500 ليما راتوس، وهكذا، تمام. طيب، تكوين الرقم الاندونيسي بيتكون ازاي؟ والله بسيط جدا، زي ما انت بتقول الرقم عندك في العربي، ولكن الفرق الوحيد ان احنا ما نقولش 25، احنا بنقول 20 و5. بمعنى لو عايز اقول عمري، my age is 21، اوكي. umur saya، my age is 21. يبقى انت قلت 20 و1، فانت حرفيا بتقرا الرقم في الاتجاه ده، which is more easier يعني، تمام. لو الرقم معقد شويه تعال نجرب رقم معقد، وانت عيد الفيديو لحد ما تدركها وتمرن عليها، عشان ما نقعدش اعيد الموضوع في فيديو خلاص، تمام. طيب، هنقول فلنقل مثلا 200,000. النقطة دي مش بوينت، دي نقطة عشان تفرق الأرقام. وخلي بالك في إندونيسيا العملة بمئات الآلاف وبالملايين، مش زي عندنا في مصر 1000 جنيه وهكذا، لا، العملة أرقامها كبيرة، فالأرقام الكبيرة دي تتعامل بيها كتير. 200,000، 350، 52. حلو. لما أحب أقول الرقم ده هقسمه مقطعين، مقطع الآلاف لوحده والمقطع المئات لوحده. فلما هقول هنا هقول دوا راتوس 200، احط لها بقى الاصفار بتاعتها، دوا راتوس ريبو،
يبقى هو دواراتوس يعني 200 ريبو، يبقى 200,000. تمام؟ نقطة. هتكمل وهتقول تيجا راتوس. هل هي ريبو؟ لا، تيجا راتوس عادية. تيجا راتوس لما بلو 50 دولار. يبقى انت عمال تقرا الرقم في الاتجاه ايه ده، ومليون يعني مليون، ومليار يعني مليار، فهي مليون. في اندونيسيين هيستخدموا لفظ مليون او لتر ام، ولكن الشائع اكتر هو جوتا. وده برضو مهم جدا انت تعرفه، لان المليون هنا حوالي مليون و600، حوالي 100 دولار، فالرقم مش كبير قوي. تمام؟ فالمليون يبقى جوتا، نفس المبدأ، دوا جوتا. تمام؟ دوارة تو جوتا، يبقى انت 200 مليون. حلو حلو كده، احنا خلصنا الايه، الارقام. اتدرب عليها كتير وكررها، وهتخلي بالك من كام رقم هم شخصيا هم اللي كانوا بيلخبطوني دايما. انام وينبات ايه، لان انت وسط الكلام الاندونيسيين لو انت الاكسنت بتاعتك مش زيهم مش هيفهمك. تمام؟ فانت ما تقولش انام، لا، انام ايه، انام مبات. تمام؟ توجو وتيجا لسبب ما برضو كنت بتلخبط ما بينهم. ديلابان وسيمبيلان تلاقي نفسك بتتلخبط منهم اوقات، وركز في البي والبي. تمام؟ عندك بلاس، بلو، راتوس، ريبو، جوتا. مليار يعني مليار. حلو حلو. بعد كده كنا هنقول الايام الاسبوع. مينجو دي من الحاجات الطريفه اللي انا حابب يعني اشاركها معاكم. ان احنا مثلا عندنا في مصر لما نقول لك مثلا انا هريح اسبوع، يبقى انا هريح جمعه. تمام؟ ليه؟ لان يوم الجمعه هو الاجازه الرسميه، فاحنا بنستخدم الجمعه كلفظ عن اسبوع كامل. حلو حلو. فمينجو معناها يوم الاحد، ساندي. فمينجو معناها اسبوع ومعناها ساندي. هتفرق ما بينهم ازاي؟ حسب الكونتكست، حسب السياق بتاع الكلام، وهتفهم. حلو؟ يعني ما ينفعش اقول لك 2 ساندي، لما اقول لك دوا مينجو يبقى انا بتكلم على ايه؟ على اسبوع. عندك كمان بوكان معناها اسبوع. اخير، اخير يعني لاست. اخير بوكان معناها ويك اند. تمام؟ تمام. نبدا ناخد بقى الايام نفسها. ممكن نقول احد، يوم الاحد، او نقول مينجو، الاثنين دول نفس الحاجه. سنين، سيلاسا، ربوع، خميس. نفس الالفاظ عندنا في العربي. جمعة، سبتو. فكده عندك الايه، الاسبوع كله هو نفس الاسبوع في العربي. واللغه هنا ما فيهاش زي الانجليزي الحرف بيتنطق بحاجه ويتكتب حاجه تانية وهكذا، ما فيش حاجه اسمها سايلنت كمان. تمام؟ فهتلاقي ان عندك ايه، نفس الايام عندنا وبتكتبها باللاتيني وخلاص. تمام؟ تمام. بالنسبه للاسبوع برضو معلومه عن الثقافه هنا، ان يوم السبت ويوم الاحد هم الاجازه الرسميه. طب يوم الجمعه ما هم مسلمين، هم الاغلبيه مسلمه، ولكن الدوله نفسها مش دوله اسلاميه، الدوله ملهاش دين رسمي. تمام؟ فهتلاقي هنا 7 اديان اصلا في البلد. فيوم الجمعه يوم شغل، الناس بتيجي من الساعه 12 لحد الساعه 1:30 تقريبا، بيبقى بريك. تمام؟ في اغلب الاماكن يعني، وبنرجع تاني نكمل شغل او بنكمل دراسه. يبقى انت بتطلع الساعه 12 تصلي في الجمعه بتاعتك، وترجع تاني ايه، تكمل اليوم بتاعك. طيب، ده بالنسبه لايام الاسبوع. في نقطه دلوقتي افتكرتها لما قلت لكم ان هي لغه لفظيه، اللفظ اللي بتنطقه هو اللي بتكتبه. الفكره هنا ان النطق نفسه بيختلف. بمعنى في عندك حاجات زي انجي، ده نطق مركب بتنطق ان. عارف الادغام في القران او الادغام في اللغه العربيه، بتطلع صوت مناخيرك. تمام؟ ان. عندك الكي بتتنطق اقرب للهمزه، هي كي بس مخففه قوي كانها همزه. زي مثلا عندك كلمه تي دا، تي دا معناها لا، او لا. تمام؟ تي دا تحسها همزه ولكن هي كي، يعني انت لما تركز فيها شويه هي كي ولكن همزه. فالادغام هنا منتشر شويه. عندك الاي برضو، الاي اللي هو الاي، يعني الاي برضو دي مربكه شويه وانت بتسمعها، فركز ان هو لما تسمع الحرف كانه فتحه يبقى حرف الاي او
لما تسمع الصوت ممدود جامد اعرف انها الاي، او حرف الاي زي ما احنا متعودين عليه. طيب ايه كمان؟ والله هو احنا كنت حابب اخليها للفيديو اللي جاي، بس خلينا نستكملها عشان نخلي عدد فيديوهات الكورس تكون قليله على قد ما نقدر. عندك البوسيسيف، تمام، او الملكيه بالاندونيسي بوسيسيف، الاف، تمام. اللي هي ان انت تقول ماي بوك، فور اكزامبل ماي بوك، تمام. فاكر ساياو دياو اكو كامو وهكذا واندا، هم ممكن تقول بوكو يعني بوك، بوكو سايا ماي بوك، تمام. ممكن نقول بوكو اندا يور بوك، ممكن نقول بوكو ديا هيز بوك، تمام. فدي الطريقه الابسط او الطريقه الرسميه للكتابه، ولكن طبعا زي ما اتفقنا الاندونيسيين في المعامله العادي مش دي اللي انت هتستخدمه غالبا، دي في الشغل وفي الجامعه وكده، بس في المعامله مع الناس هتلاقي نفسك بتستخدم مقطع مو كو لايك ماي، وبنضيفها لاخر الكلمه، يعني بوكو. زي ما اتفقنا هم اللغه عندهم قريبه قوي للعربي، فما بتقولش ماي قبل البوك، لا انت زي نظام العرب بنقول كتابي يا الملكيه، فانت بتقول بوكوكو، تمام. بوكو مو بوكوكو زي صاير، بوكومو اللي هي اندا كتابك، كتابك. دي بقى بنقول عليها نيا، يعني بوكو نيا، تمام. وركز على مقطع نيا ده اللي انت هتشوفه كتير قوي في اللغه الاندونيسيه، تمام. سواء في الملكيه، سواء ان في كلمات في حد ذاتها هي ما ينفعش تضاف لها ملكيه، تمام. لما تضيف لها نيا بتتحول لمعنى تاني، بمعنى يعني عندك مثلا يس يعتاد، هو فعل معناه يعتاد. لما تقول بيسنيا عادة usually، اوكي. فانت النية لما تكون اسم وهي بتستخدم كملكية هتفهمها من السياق، يبقى هو يقصد كتابه او كتابها، تمام. كتابه او كتابها، تمام. لكن لما تضيفها الكلمة صعبة ان هي تكون تبقى فيها لها بوسيسيف زي يعتاد، فتصبح كلمة تانية خالص، ومش بالضروري ان هي تتحول للاسم، يعني هي مش تصريف، ملهاش تصريف ثابت، فانت الحل الوحيد ان انت تحفظها، تمام. عندك ميريكا بنقول ميريكا وخلاص عادي. كيتا بنقول كيتا عادي، تمام. ملهاش اداة مختصر. دي بالنسبة للايه؟ البوسيسيف. احنا خدنا الايام، تعال ناخد الشهور ان هي بسيطة وسهلة، فعايزين نخش في الموضوع على طول. عندك اول اسبوع، اول شهر يناير يبقى جان يوا ري، فيب ريوا ري، تمام. عندك مارس، عندك ابريل، عندك ماي، عندك جولي، جوني. ركز ان اي هنا في اللغه مش واي، اي هنا اللي هي الاي اللي هي الاي، تمام. جوني. عندك اغسطس، عندك سبتمبر، عندك ديسمبر. فهي دي الشهور بتاعتنا: جانيوري، فبراير، مارس، ابريل، ماي، جولي، جوني، اغسطس، سبتمبر، ديسمبر، تمام. الرقم لما احب ان انا ارتبه، انا عارف ان هي معلومات كتيره، بس انا حابب ان انا انجز معاك بحيث انت تستفيد جدا. انا بتضايق بصراحه لما اخش كورس ولا بيشرح لي حاجات بسيطه ومستنيني ان انا اقعد اسمع وخلاص. فانا الهدف هنا مش الربح او ان انا اجمع مشاهدات، الهدف هنا ان انا عايزك تتعلم على قد ما تقدر واديك المعلومات المهمه. الاول اللي هو كترتيب، احنا ما بنقولش ساتو، ونقول بيرتاما first،
pertama. 2 kedua. K ودوا second. التالت K3 وبس. يعني هي الاختلاف وحيد برتما، والباقي كله كي 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 كي. ولما تيجي توصل لاخر حاجه في الترتيب بتقول اخير نيا the last as simple as that. فهي انت بتضيف المقطع كي زائد number. الارقام معناها انكا تمام. انكا. الحروف اسمها حروف تمام. كلمة كاتا. جملة سنتنس معناها كلمات تمام. حروف كاتا كلمات. ونمبر معناها انكا او نمور. غالبا لو احنا هنتكلم عن الارقام كارقام هيستخدموا انكا. لو هيسألك عن رقمك او الدور بتاعك او الرقم اللي انت ماسكه او رقم موبايلك هيستخدم نمور تمام. فنمور غالبا بتستخدم كرقم تعريفي تمام. او كده او رقم موبايل وهكذا. انما انكا اللي هي الارقام الاعداد تمام. يبقى احنا النهارده استكملنا دي، صلحنا الغلطه بتاع كيتا كامي، اخدنا الحروف، اخدنا النمور وانكا، وكمان اخدنا ازاي نصيغها لحد اكبر الارقام. هي بسيطه جدا، اعرف الرقم وزود له المقطع بتاعه بلس بلو 2 3 جو وهكذا. جوتا. اخدنا الاسبوع من جو، واخدنا الايام من جو سينين ثلاثاء ربوع خميس جمعات سبتو. واخدنا البوسيسيف او ان انت الملكيه سايا عندها تضيف الصاحب الملكيه بعد الشيء خلاص عادي. وممكن كمان ان انت تضيف المقاطع القصيره زي كو ومو ونيا تمام. واخدنا الشهور واخدنا الترتيب تمام. المره الجايه هناخد الكاتا تانية اللي هي ادوات الاستفهام تمام. question words. وهناخد الكلورجا اللي هي الفاميلي، ازاي تتكلم عن عيلتك تمام. كبدايه اول درس فيه فوكابلريز. اللي انا عايزك تعمله هنا ان اللغه الاندونيسيه قواعدها قليله، ولو انت فهمتها انت خلاص انت ادركت معظم اللغه. يعني طبعا مفيش حد بيفهم كل شيء في شيء، ولكن هتبقى وصلت لمستوى جيد جدا. فاللي انا عايزه منك ان انت تاخد مني القواعد. طبعا انا هديك كلمات بحيث ان انت تعرف تستخدم القواعد دي، ولكن اللي انا ارجوه منك ان انت تبدا ان انت تبحث وتشوف كلمات في موضوع معين. انت بتتعلم القاعده وتحط الكلمات فيها. فهي اللغه هنا على عكس مثلا اللغه الالمانيه هتلاقي عندك 3 ادوات تعريف، وكل واحده فيهم مع اعراب الجمله اكوزاتيف وتاتيف والكلام ده كله. بتتغير الاداه تماما، وعندك نحو، واللغه العربيه عندك نحو وصرف والى اخره. انما هنا الموضوع بسيط، هم حوالي 7 8 قواعد هتتعلمهم، هتستخدمهم في اغلب اليوم. وحتى هنا مفيش ازمنه لسه هنتكلم عنها، ممكن نضيفها المره الجايه. نتكلم عن التنسز اللي هي الازمنه في زي الانجليزي كده، زي المضارع المستمر وهكذا. هنا مفيش ازمنه، هم 3 ازمنه وصيغتهم سهله جدا تمام. ما بتغيرش حاجه في الفعل وهكذا. فانت عندك الفعل في منه شكل واحد. طبعا في المشتقات، والمشتقات برضه هشرحها لك بطريقه سهله جدا وهتخليك تلمها. فالبيت القصيد ان الموضوع هنا بيعتمد اكثر الشيء على ادراكك القاعده وحصيله الفوكابلريز اللي عندك او الكلمات اللي عندك، وازاي ان انت بتطبقهم وممارستك للغه. يبقى انت هنا مطلوب منك تمارس براكتس، ومطلوب منك فوكاب، ومطلوب منك جرامر. الجرامر قليل جدا. الفوكاب طبعا لو قلنا ان انت جمعت اهم 10000 كلمه انت خلاص، انت كده ما انت كده تتكلم اندونيسي احسن من اي حد هنا يعني ليترالي يعني تمام. البراكتس هو ان انت تقعد تمارسها كتير. انا ممكن احيانا مثلا يبقى عندي كلمه بالانجليزي انا عارفها اوريدي، لو شفتها قدامي في مقطع هقراها، بس انا ما بستخدمهاش كتير فما بتجيش في ذهني بسرعه. فانت مطلوب منك براكتس، فوكابلري، وجرامر، وبس كده. ما تنساش تدعيلي.